مع الهلال الاحمر. يمكن المعسكر ده كان متميز جدا. النهارده كنت على النت، اخويا سالني قال لي ايه اخبار المعسكر؟ هل ده زي اللي فات؟ قلت له نهائي مختلف، حاجه جديده خالص مختلف. يعني لو قررت تاني اكيد انت هتخشها وهتشوف، هتنبهر. حط تحت ضغط عصبي بامتياز، يعني ضغط عصبي لحد ما ممكن هو اخويا يعني قصير شويه، خلوه قلت له انت ممكن تطول. انت متاكد؟ قلت له خلاص. رغم ان هو كان عايز يجي وانت ما تجيش. كان في مقارنه جديده بيني وبينه جدا على المعسكر، وكان يعني سبحان الله لاخر دقيقه كان مش هينفع، وانا كنت عندي زوجتي خلاص حامل، المفروض انها كانت هتضع مولود الاسبوع ده، وحاولنا بكل الطرق ناجله الاسبوع الجاي. ده اللي حصل بجد والله. لا هو زي ولادك عايزين. هي كانت محدد لها الاسبوع ده وكل الحاجات الاسبوع ده. كنت تقول له صباح لا الاسبوع ده مش هينفع، مش هينفع صلاح. لا هي ما نعرفش هما بقى. هو صراحه لحد امبارح انا كنت حاسه ان انا كماده علميه مستفيده منها جدا، والتدريب عليها مستفيده منها جدا، بس يعني ما تخيلتش ان اللي حصل النهارده ده ممكن يحصل. حتى اول كلمه انا ومريم كنا بنتكلم فيها الصبح، ايه ده مريم ده الموضوع شغال بجد. مريم لا يعني الموضوع فيه حاجه يعني. بس يعني على المستوى الشخصي انا شايفه ان انا استفدت جدا النهارده بجد، خلال الموضوع يبقى كده وبس. كنت امبارح اول ما طلعنا غرفه العمليات وابتدينا نشوف تقسيمه الادوار، اول ما عرفت ان انا قائد فريق المتطوعين انا يعني جات لي صدمه. من كتر الصدمه ما بقتش عارفه حتى افكر انا هشتغل ازاي. الايام الاسبوع اللي فات لما كنا بنعمل ديناميكيه كنا شويه بنلاقي الفرق عندها مشكله في التواصل، او عايزين دايما بنحارب بعض ان احنا عايزين الفريق الاولاني يكسب ومين هيخلص الاول والكلام ده كله. كنت عماله افكر طب احنا دلوقتي فريق واحد وعددنا كبير 38 متطوع، ده رقم انه تقدر تقسم عليه ادوار، الموضوع هيبقى صعب. بس الحاجه اللي انا لقيتها النهارده وفعلا بهرتني جدا، انا مجرد ما كنت بروح اقول لواحد سيب الفريق بتاعك لو خلصت شغل روح اشتغل في مكان تاني، ما كانش حد حتى بيفكر يتناقش في القرار، كله كان عايز يشتغل، كله كان عايز يعني يطلع الموضوع بشكل حلو قوي ويثبت فعلا ان هو استفاد طول الاسبوع اللي فات. فانا عايزه اشكر كل المتطوعين اللي قدروا يساعدوني النهارده ان احنا الحمد لله نطلع الشغل بتاعنا بالشكل دوت، وشكرا بجد ليكم كلكم.